بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم رانيا من مطبخ رانيا. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية بطريقة سهلة جدا. عندي في الكبة ضربت طماطماية وبصلاية وفصين توم وقرن فلفل حار، صفيتهم زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة السوائل بتاعتهم بس مش عايزة التفل. بتبل الكلام الجميل ده بايه؟ شوية ملح، فلفل اسمر، بهارات فراخ، معلقة عسل، ومعلقتين خل. الفراخ بكسر العظم بتاعها وبفتح اللحم زي ما انتوا شايفين كده. بتتبل بقى في التتبيلة الحلوة دي مش اقل من ساعتين 3. انا بركنها على رف التلاجة لحد ما اجي اشتغل فيها، ويا ريت تتعمل من قبلها بيوم كمان. حابة تسويها في الفرن شغالة، مش هتقول لا. عايزة تعمليها في صينية برضو بالتتبيلة دي تبقى جميلة. عايزة تحطي معاها خضار برضو هتبقى حلوة. انا عندي هنا عملتها على الفحم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الريحة مش قادرة اوصف لكم الجمال. الكاميرا ظالمة والله الكلام ده كله. انا كنت عاملة جنبها كفتة مشوية على السيخ، بس هعملها لكم في فيديو لوحدها عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده. ببدأ بقى اشتغل كده، اقلب مع نفسي ناحية ناحية لحد ما انا عايزة الفراخ كلها تستوي، اتأكد انها استوت من كل حتة. انا مش عايزة الفراخ تدمم مني او حاجة. وتخلي بالك لو هتسويها على الفحم، يعني تولعي الفحم وتستني لما يهدى وبعدين تحطيها. انا مش عايزاها تتحرق من بره ويبقى اللحم نفسه ني. بتستوي على نار هادية، دوقي احلى فراخ. زي ما انت شايفة كده بفضل اقلب مع نفسي حبة حبة اللي الاقيها لسه ما تلونتش كويس بنقلها من هنا لهنا واحط دي مكانها. المهم انا عايزة كل حاجة تستوي. وبشوي معاها بصل، عايزة تشوي طماطم، احنا بنحب البصل نشويه جنبهم. وبتتقدم بقى مع سلطات، عايزة تعملي معاها رز بسمتي زي ما تحبي، بطاطس محمرة. واتمنى اكون فدتكم والفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تدعموني بلايك وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلك اللعبة معايا الشفرة، انا ما عاشرش الناس الصفرة، الاعلى اجران في القارة، مصبوري ما فاضلش في صفحة. انا عايز البيضة كام بيبي كام، لا عايز السمرة كام بيبي كام، اكل الوزة كام بيبي